بسم الله الرحمن الرحيم. ناصر سيد أحمد، عضو من أعضاء النادي، مهندس، صاحب شركة مقاولات. أتمنى إن شاء الله التوفيق للمجلس القادم إن شاء الله، ولكن عايز أقول لهم كلمة في البداية. دي أمانة إذا ما سئلنا فيها في الدنيا هنسأل يوم القيامة عنها، هنسأل قدام الملك. فجهز كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة المرشحين يجهز الإجابة للأعضاء ويجهز الإجابة لرب العباد. الحاجة الثانية المهمة، موارد النادي اللي احنا بقالنا سنين بنسمع أرض الخيالة وفندق السلام والأراضي الفاضية الكبيرة اللي اتحوزت النادي ولم تستغل حتى تاريخه. سمعنا عن برامج لتنفيذ فندق وملاعب على مستوى عالمي انها هتدير دخل وهتؤجر وهتعمل. فين الكلام ده؟ عايزين يتحط في الحسبان. عايزين نقول بكره احنا عايزين موارد شكلها عامله ازاي. نادي الشمس مش نادي قليل، نادي الشمس من اكبر الانديه في الجمهوريه. نادي الشمس بكره عايزين نسقف لما نقول نادي الشمس بقى في القمه في كل اللعبات. نادي الشمس بكره عايزين نقول ازاي مجلس الاداره يوصل كل فريق انه من فرق الذهب. عايزين نقول للعضو اللي داخل يكرم لانه داخل نادي الشمس. اظن دي مسؤوليه، ومسؤوليه مش سهله. هنسقف ساعتها لما اعضاء مجلس الاداره يقعدوا معانا يقولوا لنا عملنا انجاز بعد شهر كذا، عملنا انجاز بعد الشهر الثاني كذا. البرنامج المقدم برنامج جميل ويجب ان احنا نحترمه، ولكن البرنامج ده يتحط في اطار خطه زمنيه، جدول زمني. هنقعد معاكم ربع سنوي، هنقعد معاكم كل شهر، هنطلع النادي. اشركوا اعضاء النادي في مشاكل النادي. لما يكون في مشكله ما ندفنش المشكله داخل مجلس الاداره وبعد كده نسال عنها. ده مجلس الاداره ما عملش، مجلس الاداره ما اشتغلش. لا، مجلس الاداره يقول انا فعلا حاولت في كذا وكذا وكانت العقبات كذا، حتى يطلع اعضاء الجمعيه العموميه على كل مشاكل النادي. اظن دي مهمه ويجب ان احنا نسمع الرد عليها. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شركه مصر للامارات. انا للاسف عندي مشكله في النادي، وعايز ايا كانت القائمه اللي هتكسب ان تحط بايورتي، تحط اولويات، لان احنا وصلنا لمرحله ان العضو، احنا عايزين العضو يحس بادميته، يخش يلاقي ترابيزه ويلاقي كرسي نظيف مفيش مسمار فيه، واخد بالك، وفي واحد معاه يمسح الترابيزه عشان يقعد في نظافه. دي مش موجوده في نادي الشمس. وانا بقالي دلوقتي، انا جاي من بره بقالي 11 سنه من 2009 شكل كان نازل الانتخابات، وهذا انا مش عايز اتكلم مشاكل النادي. انا عارف الميزانيات كلها وعارف النادي مثقل بالاعباء. يعني لما يكون نادي ايراده 50 مليون ورواتب 40 مليون، كانت 2007 20 مليون، قفزت بقت 40 مليون. ازاي؟ وفي حاجه في خلل في النادي، في خلل في النادي. وانا طبعا زي ما قال مش عايزين نتكلم كتير، انا عارف كل مشاكل النادي. والنادي خلينا نتكلم على البايورتي. البايورتي ترابيزه وكرسي للعضو، والمكان يكون نظيف عشان العضو لما يجي ينبسط في النادي. يوم النادي يجي يشغل الكافيتريات ويبقى النادي يبقى جاذب مش صارت للاعضاء. وشكرا. السلام عليكم. كرم محمد مرسي، مدير قطاع الناشئين والميني في كرة اليد. أنا بتشرف إن أنا بدعم قائمة الدكتور شكلة، بس لينا طلب بنطلبه. عايزين نعرف الرد إمتى ملاعب اليد حضراتكم هتبدأوا بيها وهتعملوها، عشان ده طلب ملح وأنا متحمل المسؤولية عشان أبلغه لحضراتكم. عايزين نعرف البرنامج الزمني لملاعب كرة اليد اللي هي دلوقتي بقت ضرورة ملحة، فعايزين نسمع من حضراتكم الرد. شكرا. السؤال المطروح الآن من الأستاذة سهير، عضوة أسرة الرواد ومن الناشطات في النادي. السلام عليكم جميعا. طبعا الأستاذ مرغني اتكلم عن كل الناس
بس يعني عدى. انا بعتبر كريم هو الوجه الجديد اللي المفروض كلنا نساله، ان هو الاصغر وان هو اللي بيمثل النسبه الاكبر المفروض في النادي شباب، فهو الممثل بتاعهم. يعني ما كناش نعدي، ده هيشيل مسؤوليه اكتر من اي حد هو ومحمد ايهاب، لان هم بيمثلوا الشباب. فاحنا هنركز معاهم وعليهم، ندعمهم ونقف وراهم ونحاسبهم، لان هم بيشيلوا مسؤوليه كبيره جدا. هم اللي هيوصلوا لنا مشاكل الشباب، وهم اللي عندهم الرؤى لحلها، فهم الاهم والاول. وده نوع من ان احنا تواصل الاجيال، انهم ياخدوا الخبره من الناس السابقين ليهم والمستمرين معاهم في مجلس الاداره، يبقى نوع من التواصل، هم ياخدوا عشان يدوا للي بعديهم. ده المهم. كمان في حاجه مهمه، عميد سمير شامخ بما انه هو مسك امن النادي عليه مسؤوليه كبيره كعضو مجلس نادي، علشان احنا في انجاز في المجلس السابق على الحاجات الداخليه، لكن خارجيا النادي ما زالت حواليه الشبهات على البوابات بتاع التاكسيبيون. النادي ده ما دامت رايحه ليه؟ ده اللي بيعايز حاجه بيجي ياخد يجيبها من جوه ايا كانت الحاجه. ده دور العميد سمير شامخ كعضو مجلس اداره، يعلم الامن ويعلم الخطوره اللي بتحيط بالنادي من الخارج ومن الداخل. هو ده الكلام اللي المفروض كنا نبدا بيه. في سؤال اتسال من الكابتن كرم على ملاعب كره اليد. المفروض في المجلس بتاع الدكتور شاتله اللي فات كان في دراسه متقدمه. الدراسه دي ما كانتش متقدمه لنا، كانت متقدمه في مجلس اللواء سياده اللواء نبيل ثروت، ويمكن هو غصب عنه الظروف ما ساعدتوش، لانه برضه قعد حوالي 9 اشهر ومشي. الدراسه دي كانت بتقول ان في اصلاح او ترميم لملاعب الكره الطائره، وملاعب كره اليد، وملاعب كره السله، و4 ملاعب للتنس، وملعب الهوكي. الدراسه دي كانت بتقول ان الملاعب دي هتتكلف، واسف، والكهرباء بتاعه النادي كانت هتكلف حوالي 7 مليون جنيه. الدراسه دي عرضناها على الدكتور ابراهيم سيف الاستشاري اللي موجود معانا، فكان كلامه ان في جزء من المبالغه في الكلام ده، وحصل لقاء ما بينه وما بين اللي مقدمين العرض، والحمد لله قدر ان هو يخفضه 15%، يعني حوالي 6 مليون جنيه. انا بتكلم بالنيابه عن زملائي ان اذا كان لينا نصيب ولينا عمر، دي حاجه من الاولويات اللي موجوده عندنا. على الاقل الالعاب ما كانتش بتاخد اي امتيازات في الفتره اللي فاتت. الملاعب دي انا بوعد اذا كان لنا نصيب ولينا عمر في خلال السنه الاولانيه هنكون منتهيين منها، بس هنشوف الكلام بالنسبه للناحيه الماديه. المجلس اللي احنا موجودين فيه دلوقتي الحمد لله في حوالي 4.5 مليون جنيه دولت موجودين للانشاءات. باذن الله هنوجه جزء كبير منهم لحمام السباحه، وهنبتدي نشتغل مع اللي هيشتغلوا معانا بالنسبه لاصلاح الملاعب. الحمد لله الناس هتاخد جزء وهتقسط لنا جزء زي ما عملنا ملاعب النجيل الصناعي. انا طبعا هسيب فرصه لزمايلي يردوا الحته الثانيه بس اللي انا هتكلم عليها، واسيب الباقي يتكلم. اللقاء كنا عملنا في مجلس الدكتور شاتله لقاء شهري، تم مرتين وما كملش بعد كده، لان الكلام ده كان يعني في حاجات او في مش عايز اتكلم لورا. المهم ان باذن الله بنوعد ان لازم هيكون في لقاء شهري، واللقاء الشهري ده هنسمع احاديث الناس وهنبقى محضرين الرد عليه بالمستندات، على اساس ان كل واحد عايز يعرف اتجاه المجلس فين، المجلس بيعمل ايه، الكلام ده سواء بالارقام او بالمواعيد. وانا هترك الحديث عشان بقيه زمايلي يتكلموا.
المهندس عاطف كان برضه في من ضمن المشاكل الكبيره في النادي، واللي احنا لو حد من داخل البوابه بيعدي على حمام السباحه بيحس بحاله حزن كبير، لان حمام السباحه الخاص بنادي الشمس ده من احد رموز النادي. احنا عملنا شوط كبير قوي الفتره اللي فاتت، كان المهندس عاطف والاستاذ طارق جمعه وهاني ادوار وانا بحكم وجودنا في مجلس اداره موجود دلوقتي مع الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه السابق، بحيث ان احنا ناخد دعم من الحمام زي ما قبل كده كان في قرار اعتقد من العمري فاروق بدعم من حمام السباحه. وصلنا معاه ان هو كان هيدينا 3 مليون جنيه ان احنا نبدا بيهم وان احنا نقسطهم، لكن ما كناش للاسف ما طلعناش محظوظين، لان هو دخل في مشاكل كبيره جدا مع اللجنه الاولمبيه والنادي الاهلي، فبالتالي تعطل هذا الموضوع. لكن زي ما الدكتور شاطر قال هيبقى وعد مهم جدا ان احنا بدايتنا باذن الله هتكون في حمام السباحه الرئيسي اللي احنا نرجعه تاني. من ضمن الحاجات اللي هي كان فيها استاذ بهجت وعنده كل الحق ان في فعلا كان في بعض الامور اللي هي كان فيها خلل، لكن انا لازم اشيد ان احنا حطينا ايدينا على الطريق الصحيح بان احنا فعلا جبنا واحد ميداني، واحد كلنا عارفينه، واحد بيحب النادي جدا ان هو يشتغل، وان هو تامر علي عضو مجلس اداره السابق واللي هو نائب مدير عام النادي دلوقتي، واللي فعلا طلع كنز من داخل النادي في حاجه اسمها المخازن او الكهنه دي كان فيها امور بتحصل فيها. تامر طلع وراجع منها كراسي وراجع منها امور كتير جدا، لدرجه ان كان في اجهزه جديده موجوده فيها وتطلع النادي. لكن نتفق ان الفتره الجايه باذن الله هيكون في اولويات لترابيزه وكرسي زي ما الرئيس بيقول، واحنا في هذا المجلس الاخير جبنا 2000 كرسي و500 ترابيزه، دي كبدايه يعني يعتبر المجلس الموجود دلوقتي اللي جاي ان شاء الله هيكون استكمال للمجلس اللي جاي. انا عاوز العميد سمير شامل طبعا بصفته رجل امن هيرد على السؤال الامني وسرعه الامن داخل نادي الشمس، وفي الاستاذ اشرف عوض هيرد على القصه بتاعه الحمايه. الامن يا جماعه يعني انا مش هقول ان الامن فيه تقصير او حاجه، لا الامن محتاج يعني زي ما بيقولوا ثوره في التكنولوجيا الحاليه يعني هنتكلم في نقول في بوابات، هنقول في كاميرات تتحط على البوابات لضبط الامور بس في موضوع الامن وضبط الدخول والخروج. بالنسبه للامن احنا كنا طول عمرنا بنقول ان الامن ده لازم يبقى شكله واجهه للنادي، لان ده اول واحد بيقابل الضيف او العضو. وفي نفس الوقت احنا محتاجين ان الناس بتوع الامن او الافراد بتوع الامن نعمل لهم دورات تدريبيه عشان يقدروا يبقى حتى في الطريقه بتاعت التعامل يبقى يتعامل مع العضو او مع الضيف بطريقه تتناسب مع عضو نادي الشمس. وان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله، لان برضه الامن فيه كفاءات وان شاء الله هنتقدم بيهم باذن الله. شكرا.